البحرية. كانت علاقة مختلفة وخصوصا مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون. السلطان الناصر محمد بن قلاوون هذا السلطان كان يعني محب الأمراء، وكان دايما يعني بيزيد من شراء هؤلاء الأمراء وجلبهم من منطقة جنوب روسيا أو من منطقة اللي هي بتعتبر وسط آسيا، أسواق النخاسة. وكان هذا الأمير من جملة هؤلاء الأمراء، وهذا الأمير نال عناية من السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وعاش في كنف السلطان محمد بن قلاوون. حتى هو أخذ الاسم، أخذ النسبة. حتى احنا عندنا في المصادر التاريخية بنجد أن هذا الأمير اسمه الأمير سيف الدين سرغطمش الناصري، نسبة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون. نعم. اللي جلب هذا الأمير سنة 738 هجرية. نعم. هذا الأمير فضل يعني ملازم للسلطان، احنا بنتكلم لحد وفاة السلطان. السلطان توفى سنة 741 هجرية. بنتكلم فترة كبيرة، فترة قدر ان هو يكتسب من السلطان العديد من المهارات. كان بيشارك السلطان في العديد من السفريات وأسفاره ورحلاته للصيد. اتعلم من السلطان حاجات كتير جدا. غير كده كمان هو تشرب الثقافة العربية والإسلامية في هذه الفترة، وده اللي خلاه بعد كده بدأ يشرع في بناء العديد من المنشآت، سواء عندنا في مصر أو في بلاد الشام أو في بلاد الحرمين الشريفين. وده بيعكس مدى تأثر هذا الأمير بالثقافة العربية والإسلامية. وحاول بقدر الإمكان هذا الأمير أن هو يخلد ذكره، لأنه وجدنا أن هذا الأمير بدأ يشرع في بناء المنشآت الخاصة به بجوار منشآت السلاطين ومنشآت